أغسطس 2025 طوكيو. مؤتمر تايكاد يجمع اليابان وإفريقيا تحت أضواء الإعلام العالمي. وبين الكواليس، البوليساريو المدعوم من الجزائر يحاول دخول الساحة الدبلوماسية، لكن اليابان كانت واضحة: فقط الدول المعترف بها من طرف الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة. هذا القرار ليس شكلياً، بل هو رسالة سياسية قوية وانتصار واضح للمغرب، وإحباط كبير للجزائر والبوليساريو. اليوم سنفكك هذا الحدث، نعود لأصول النزاع، ونحلل التطورات الجيوسياسية. لماذا وقوف اليابان مع المغرب في هذه المرحلة يعتبر ضربة دبلوماسية تاريخية؟ مؤتمر تايكاد هو أكبر منصة للتعاون بين اليابان وإفريقيا، حيث تجتمع الدول، رؤساء الحكومات، المستثمرون ومنظمات دولية لصياغة شراكات اقتصادية وتنموية. في 2025 البوليساريو حاول الدخول عبر شبكات منظمات غير حكومية ودعم بعض الدول الإفريقية، لكن اليابان أعادت التأكيد بقوة: لا مكان إلا للدول المعترف بها أممياً. الموقف الياباني كان بمثابة صفعة دبلوماسية جديدة للبوليساريو، بينما المغرب رحب بهذا القرار واعتبره تثبيتاً لموقفه الدولي. هذا ليس مفاجئاً، اليابان سبق ورفضت مشاركة البوليساريو في تايكاد 2019 أيضاً. هذه الخطوة تعكس تصاعد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. لفهم أهمية موقف اليابان، يجب العودة إلى تاريخ النزاع. الصحراء المغربية كانت مستعمرة إسبانية حتى 1975، غنية بالثروات وموقعها استراتيجي. في نوفمبر 1975 المغرب نظم المسيرة الخضراء وحصل على الإدارة من خلال اتفاق مدريد. تأسس البوليساريو سنة 1973 بدعم جزائري عسكري ولوجستي، وأطلق حرب عصابات ضد المغرب وموريتانيا. بعد انسحاب موريتانيا، استمر الصراع حتى توقيع وقف إطلاق النار سنة 1991 بإشراف أممي، بهدف تنظيم استفتاء لم يتحقق بسبب خلافات حول القوائم الانتخابية. المغرب قدم في 2007 خطة الحكم الذاتي تحت سيادته، ونالت إشادة واسعة دولياً باعتبارها حل جد وواقعي. اليوم هناك 4 أطراف رئيسية: المغرب الذي يدير أغلب المنطقة ويستثمر في التنمية والبنية التحتية، ويطرح خطة الحكم الذاتي المدعومة أمريكياً وأوروبياً وأفريقياً. الجزائر الداعم الرئيسي للبوليساريو، توفر له الدعم العسكري والدبلوماسي وتستضيف مخيماته. البوليساريو يعيش على دعم الجزائر واعتراف بعض الدول المحدود، ويعمل على إبقاء القضية حية دولياً. أخيراً، الأمم المتحدة وقوة المينورسو تحاول الحفاظ على وقف إطلاق النار وإيجاد تسوية سياسية، لكن العملية متوقفة بسبب تعنت البوليساريو ودعم الجزائر. أما اليابان بانحيازها للشرعية الدولية، تؤكد أن الدول فقط هي الشريك في الساحة الدولية. موقف اليابان إزاء الصحراء المغربية ثابت: لا اعتراف بالبوليساريو أبداً. الدبلوماسية اليابانية ترتكز على قرارات الأمم المتحدة فقط، ولا تشارك إلا مع الدول الأعضاء الرسميين. في مؤتمرات تايكاد السابقة، رفضت اليابان حضور البوليساريو وأثارت غضب الجزائر. السبب؟ المغرب شريك استراتيجي لليابان في إفريقيا، خصوصاً في مجالات السيارات، الطاقة، والفوسفات. الاستقرار المغربي ضروري لاستثمارات اليابان. في ظل الأزمات العالمية، اليابان تفضل التحالف مع المغرب القوي بدل دعم حركة انفصالية هامشية. الصحراء المغربية ليست مجرد صحراء، إنها نقطة استراتيجية تربط إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا والمحيط الأطلسي. للمغرب، هي رمز الوحدة الوطنية والمصالح الاقتصادية. موانئ الداخلة والعيون، مشاريع الطاقة المتجددة، والصيد البحري عوامل تنموية أساسية. الجزائر تستغل الملف كوسيلة ضغط ومحاولة للوصول للأطلسي. القوى الكبرى تعتبر المنطقة بوابة للأمن البحري والمعادن النادرة.
قرار اليابان رسالة واضحة: الاعتماد على الدول المستقرة والمعترف بها أساس لتقدم المنطقة. رفض اليابان للبوليساريو وعزز عزلة هذا التنظيم عالمياً، وأثبت ندرة داعميه حتى في المحافل الدولية. المغرب استفاد دبلوماسياً في آسيا، وازداد مصداقية لمبادرة الحكم الذاتي. للدول المترددة، النموذج الياباني يوضح إمكانية اتخاذ موقف حازم دون توتر سياسي. كل خطوة كهذه تقرب المغرب أكثر من الحل النهائي وتضعف صوت الانفصاليين. منذ 2007 يقدم المغرب خطة الحكم الذاتي لشعوب الصحراء لإدارة شؤونهم المحلية تحت السيادة المغربية. تضمن هذه الخطة حقوقاً سياسية واقتصادية وثقافية مع الحفاظ على وحدة المغرب. يحظى هذا المقترح بدعم دولي واسع، ويعتبر الحل الواقعي الوحيد حالياً. الاستفتاء مستحيل عملياً، واستمرار الجمود مكلف للجميع. خيار المغرب هو الطريق إلى السلام الحقيقي والتنمية. اليابان لم تغلق الباب فقط أمام البوليساريو، بل رسمت خريطة جديدة للتوازنات الدبلوماسية. رسالة واضحة: الدبلوماسية تبنى على الشرعية وليس على الشعارات. قضية الصحراء ستبقى محل نقاش وتوتر في المستقبل، لكن كل موقف دولي حازم مثل هذا يفتح بابا جديدا نحو الحل السلمي. المغرب يمضي بثقة، يبني ويطور، ويقترب كل يوم أكثر من حسم هذا الملف.